لي مراتي مهندسه وبتقبض اكتر مني، يبقى اكيد المحكمه هترفض النفقه. في يوم من الايام تليفوني رن الساعه 10 بالليل، لقيت واحد بيكلمني وهو فرحان كانه يوم العيد، بيقول لي اخيرا كسبت القضيه. فقلت له قضيه ايه وكسبت ايه؟ قال لي مراتي مهندسه وبتقبض اكتر مني، يبقى اكيد المحكمه هترفض النفقه. قلت له مين قال لك كده؟ قال لي كل الناس بتقول كده. قلت له يبقى تعالى اقول لك اللي القانون بيقوله مش اللي الناس على القهاوي بتقوله. المهم الراجل دخل المحكمه وهو واثق، واقف بقى ايه مبتسم ابتسامه المنتصر. واول ما القاضي وجه له الكلام قال له يا سياده القاضي مراتي موظفه وبتقبض مرتب محترم، وادي كشف المرتب بتاعها. وكان مستني القاضي يقول له تمام اترفضت الدعوه، لكن القاضي بص له كده وبص في الورق وكمل نظر القضيه عادي. الراجل خرج من الجلسه وهو مصدوم وعمال يقول ازاي دي بتشتغل. رجع تاني القهوه، نفس اللجنه القانونيه بتاعت عم سيد فاكرينها. واحد قال له اكيد القاضي ما عرفش ان هي بتشتغل، والتاني قال له كان لازم تصورها وهي في الشغل وتوريها للقاضي. التالت قال له لا يا عم ده انت كنت تصورها وهي بتقبض المرتب وتديه للقاضي. فلما جه حكى لي الكلام وانا سمعت قلت له انت فاكر ان وظيفه الزوجه لوحدها بتسقط النفقه؟ خلينا نتفق على قاعده مهمه، عمل الزوجة لوحده لا يسقط النفقة. يعني لو الزوجة موظفة مهندسة أو طبيبة أو صاحبة شركة حتى، ده في حد ذاته ما يمنعهاش من إن هي تطالب بالنفقة بتاعتها. طيب إمتى النفقة تسقط؟ لما يبقى في سبب قانوني بيمنعها من الحصول على النفقة، زي صدور حكم بنشوز الزوجة مثلا. لكن فكرة إن هي بتشتغل فملهاش نفقة دي جملة منتشرة جدا بس ملهاش أي أساس قانوني، وده السبب اللي بيخلي ناس كتير قوي داخلة المحكمة متأكدة إن هي هتكسب وتخرج وتتفاجئ وتصدم بالنتيجة. وكالعادة بعد كام يوم وكام شهر اتصل بيا نفس الراجل وقال لي انا اكتشفت ان اكبر غلطه انا عملتها اني سمعت كلام الناس وما سمعتش كلام القانون. قلت له يا عم الحاج القهوه تشرب عليها شاي لكن ما تاخدش منها اي استشارات قانونيه، وقبل ما تصدق اي معلومه مكتوب تحتيها محامي قال لي انا واحد صاحبي جرب، لازم تسال نفسك هل ده فعلا القانون او ليه سند قانوني، لان فرق بسيط في المعلومه ممكن يخسرك القضيه ككل. ولو عندك سؤال عن النفقه او اي حاجه في الاحوال الشخصيه اكتبه عندي النهارده في الكومنتات، في الحلقه الجايه هنجاوب على سؤال هل الزوج يقدر يتهرب من نفقه لو كتب كل املاكه باسم حد تاني. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لان هنا بنتكلم في القانون بس بلغه بيفهمها اي حد.